نادين نسيب نجيم الفنانة اللبنانية أعلنت خطوبتها رسميا تزامنا مع عيد ميلادها 38 من ناراج ناربيكان. وقد وثقت نادين نجيم لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط عائلتها وأصدقائها. وقد كانت نادين ترتدي فستانا فضيا مكشوفا من الخلف وتركت شعرها منسدلا على طريقة الكيرلي. وبعد أن قبلت نادين بالخاتم تبادلت الأحضان الحميمة والقبلات مع خطيبها وسط تصفيق وهتاف الحضور. هذا وقد أعادت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نشر الفيديو عبر حسابها على إنستغرام معقبة: اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب. قلت نعم. ومن ناحية أخرى نشرت الفنانة السورية هبة نور فيديو من زاوية أخرى للحظة إعلان خطوبة نادين نجيم، وعلقت هبة نور: مبروك لأحلى عروسان، الله يخليكم لبعض وانتو أحلى اتنين. نادين بتستهلك الخير لأنك طيبة وإنسانة وبيلبقلك كل النجاح، بحبك. وأعادت نادين نشر الفيديو عبر تويتر معلقة: حياتي بحبك، عقبالك يا رب. ومن ناحية أخرى أعلنت نادين نجيم خطبتها على هذا الشاب بعد تداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فاضح تظهر خلاله الفنانة وهي تحتضن أحد الشباب في أثناء رقصهما في أحد الملاهي الليلية، وأثار ذلك جدلا واسعا. ثم بعدها قررت نادين مشاركة هوية خطيبها عبر إنستغرام، موضحة أن لها كامل الحرية في فعل ما تشاء على اعتبار أنها مطلقة، وبالتالي يحق لها الارتباط بمن تشاء على حد تعبيرها. هذا وقد هدد حينها خطيبها ناريج ناربيكيان باللجوء إلى القضاء حين علق: لن يفلتوا من فعلتهم، سنقوم بمقاضاتهم، أحبك كثيرا. لترد عليه نجيم في ذلك التعليق وتتفاعل معه بعبارات الحب والرومانسية.